تعالوا بقى هنعمل مع بعض النهارده حاجه حلوه كده ومسكره، ممكن تقومي تعمليها في 5 دقايق كده، مش هتاخد معاكي اي حاجه. بمناسبه ان المانجا لسه موجوده في السوق فهنستغلها، وهي بحبايتين مانجا بس عملنا كل الكميه اللي انتوا شايفينها دي كده. حاجه بصوا يا اختراع، حاجه حلوه ومسكره. تابعوا الفيديو معايا للاخر وانتوا هتعرفوا احنا عملناها بايه. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ما ننساش بقى ان تعمل اشتراك ولايك وشير للفيديو عشان كل ما انزل فيديو يوصلك على طول، وندوس على كلمه اشتراك وندوس على كلمه الجرس عشان كل ما انزل اي حاجه تجيلك بقى اشعار على طول. هنحتاج معانا بقى كده حبايتين مانجا، احنا عايزين حبايتين مانجا. عندك حبايه واحده كبيره تمام هتنفع برضو. دي كده معايا حبايتين اي نوع مانجا، بس المهم تبقى ايه ماسكه نفسها. بس انا اللي كان عندي دي كانت طريه شويه. هنغسلهم حلو قوي كده ونقشرهم. هنقطعهم بقى مكعبات عشان احنا بنجهز دلوقتي للطبق او الحلو اللي احنا هنعمله كده. اهو هنقشرها. طبعا القشر ده ما اترماش يا جماعه، احنا عملنا بيه عصير. لو تفتكروا انا نزلت لكم الفيديو القشر بقول لكم ده مش هيترمي. المهم بقى نقطع المانجا كده زي ما انتم شايفين. اي كميه عندك، انت عايزه تعمليها واحده كبيره، عايزه 2 وسط زي كده تمام، اللي عندك متاح اعملي بيه. المهم ان انت تقطعيها كده وتجهزي بقى الحاجه بتاعتك كلها جنبيكي عشان تعرفي ايه تعملي كل حاجه سهله، ما تكملش معاكي كده بالظبط وانت واقفه 5 دقايق او بالكتير خالص 10 دقايق كده. قطعنا المانجا بقى كده زي ما انتم شايفين. ما ننساش بقى نكتب كومنت حلو كده ودعواتكم معايا بقى، ولو الطريقه دي عجبتك بقى اكتبي لي كومنت حلو ودعوه حلوه بقى كده. كده خلاص قطعنا المانجا نركنها بقى على جنب. احنا هنحتاج هنا بكون بسكوت ساده زي ما انتم شايفين، اي نوع يعني اي نوع بسكوت ساده، ده التاني اي نوع عندك. انا جبت هنا باكوين على قد الكميه اللي انا هعملها. المهم ان انا هحطهم كده في اي قالب بقى او صينيه اللي انت هتعملي فيهم، وتكسريه كده تكسير عشوائي، يعني مش شرط نعمه سليم، لا هو تكسير عشوائي زي ما انتم شايفين كده اهو. هنحط الباكون ونكسرهم. وطبعا انا عندي الكريمه جاهزه، انا هنا احتجت معايا كريمه، فالكريمه انا عندي طبعا عاملاها كذا مره. كوبايه كريمه على كوبايه ونص ميه ساقعه قوي قوي على 3 معالق سكر. المهم تكون كريمه خام عشان تقطع معاكي كتير. ورحت ضربه منجايه عملتها عصير خام بدون ميه، ورحت حطها على الكريم شانتيه وضربته برده كده، فاخدت منهم معلقتين وحطيتهم على البسكوت وقلبناهم زي ما انتم ما شايفين كده اهو. خلاص قلبناهم بقى. دي كده الكريمه، حط عليها طبعا كريمه بطعم المانجا. نحطها بقى كده على وش البسكوت زي ما انتم شايفين اهو. حطيها وافردي بقى، افرديها خالص كده. المهم ان انت عندك كميه تاني كتيره، دي الكميه اللي عندي كانت متاحه يعني ساعتها حطيتها. انت عندك كميه تاني هي بتبقى حلوه قوي لو الكريمه كتيره. المهم حطينا الكريمه كده وهنفردها بقى نسويها خالص كده عشان لما نيجي نحط عليها قطع المانجا معانا. وكده خلاص خلصناها. اخدت معانا في ايدينا حاجه؟ ما خدتش اي حاجه خالص، ولا وقت طويل ولا اي حاجه. يعني انت حتى لو عندك بنوته كده ممكن تقوم تعملها سهل كده. خلاص خلصناهم اهو. لو وصلت لغايه هنا ما تنساش بقى صلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. لو وصلت لغايه هنا ما تنساش نعمل الاشتراك بقى وتفعلي لي زر الجرس كده عشان يوصلك اي جديد بنزله كده. خلاص فردنا بقى. عايزه بقى تدي لون اصفر من فوق، تدوبي كده كيس جيلي بنص كوبايه ميه سخنه وتدوبيهم وتحطيهم عليها على وشها كده لما يبردوا وتحطيها في التلاجة. مش عايزه براحتك، انا كده سبتها براحتي يعني كده بالظبط. انا ما كانش عندي الجيلي عملتها كده. خلاص اهو كده خلصت معايا بقى. ندخلها التلاجة تقعد معاكي 2-3 كده تسقع شويه، وبعد كده تطلعيها تقطعيها زي ما انتم شايفين كده شكلها اهو. وبألف هنا وشفا.